مجلة السياق العربي كانت قد كشفت أن الجنرال بشير طاطاق مدير المخابرات الجزائرية دخل في شراكة مع شخص اسمه جميل بن رابح ليؤسس معا شركة للخدمات الأمنية البترولية يقع مقرها في بن عكنون واسمها HG Invest. طاطاق لم يدخل الشركة باسمه بالطبع بل باسم ابنه محمد أشرف خريج الثانوية الفرنسية في الجزائر ثم المعهد المغربي العالي للتسيير ISG في الدار البيضاء في المغرب رغم أن عمره لا يتجاوز 26 سنة. ذكرنا في مجلة السياق العربي أن جميل بن رابح شركة طاطاق هو استئصالي سابق كان عميلا للمخابرات تم تجنيده برفقة أحمد عطاف وأحمد دويحية وقبلهما رمضان العمامرة وزير الخارجية الحالي. وذكرنا أيضا أن أشرف طاطاق ابن مدير المخابرات لم يتحول إلى رجل أعمال في هذه السن من قبلها ب4 سنوات حيث أسس شركة لاستيراد تكنولوجيا الاتصال هو وأسامة زناخري ابن الجنرال محمد زناخري الأمين العام لوزارة الدفاع مع شخص آخر اسمه ياسين عيساوي وكان اسم الشركة هو شركة الهوية للتكنولوجيا الاتصال. ياسين عيساوي ذكر بعد ذلك أنه سهر طاطاق فهو زوج نهى طاطاق ابنة مدير المخابرات وقد كشفنا أنه أنشأ شركة اسمها MB Invest تتخصص في شراء الزيوت الغذائية المستعملة والتخلص منها مقابل عقد تم توقيعه مع وزارة البيئة الجزائرية ومع هيئات أخرى. ذكرنا أيضا أن الحكومة الجزائرية لا تهتم بالتلوث الذي قد تسببه الزيوت الغذائية ما دام الغاز الصخري يلوث الصحراء دون أن تحرك ساكنا وإنما هي صفقة دخلت جيب مدير المخابرات مثل كل الصفقات الأخرى. لكن المثير أن أموال هذه الصفقة تذهب في جزء منها إلى المغرب لأن مؤسسة MB Invest التي يملكها ياسين عيساوي سهر طاطاق وزوج ابنته نهى ما هي في حقيقة الأمر إلا جزء من مؤسسة أخرى في المغرب يملكها شخص اسمه يوسف شاقور. وطبعا من حقنا أن نسأل الذين يتهمون النظام المغربي نظام المخزن بالتآمر على النظام الجزائري أن يفسروا لنا هذا الأمر. Noah. Ouais. Joyeux anniversaire. Merci خويا ياسين. سما. Alors il y a des salut. Merci beaucoup. خويا حسام. Salut. Salut. ياسين. شكراوني فوتوغراف.
Yassine, le mouton est fini, ya akho. terminé. Ardouane, Ça va bien? dis quoi à nous, hein? Bon anniversaire, Noah, merci beaucoup. Ardouane? Ardouane? Go ahead. هذاك un beau film.